هيك موت وحصدت حصادي يا قلبي الخوف، وانا اللي مراهن عوجودك اوف يفداك. شو الاخبار يا حلوين يا امورين يا لذيذين؟ يقبرني ربكن شو حلوين على القافلة على ولد تيتي. والله مالي مختفي عليكم، والله عم بحضر لكم اشياء بتليق فيكم، تليق بعظمة هيك جمهور. عملت الشاي بدوننا صراحة. شاهد الشامي يحتسي الشاي. شاهد قبل الحذف. أول شي قول هاي بلا ما نزعل. هاي اختصر. عبود متغيرة درجة أذانك صغرانين. يعني أنا أنت كنت بتتنمروا علي يا أخي. يا أخوي تشرب الشاي كم معلقة سكر؟ كم معلقة شاي بالسكر أنا بشرب؟ بنحبك أنت بتحبنا حسب عادي، أكيد بحبكم. شوف يا أخبار، عندي كتير أخبار خبركن إياها اليوم، بس أنا ما بعرف إذا كل التعليقات عم تطلع عندي. يا أخوي ليه عم بتنقط؟ عم بيروح عليك التعليقات فوق. شو شعورك وجمهورك عالميين مثلك؟ شفتوا صحف بتحكي عنكم ومقالات بتحكي عنكم وصحافة بتحكي عنكم وإعلام بيحكي عنكم. إيش هو الجمهور الحمادي هذا؟ خبرني ربكم. إيه على فكرة عندي 3 حفلات بونس وكتير قريبا، يعني مش بعاد إن شاء الله. بدك تسرب ولا لا؟ لا ما بقى في تسريبات. عبالي فاجئكم، بغيب برجع بفاجئكم. خبرنا شو أول قرار أخدته بعمر 23؟ شو أول قرار أخدته بعمر 23 لما بعد عيد ميلادي؟ شو أخذت؟ أول قرار لازم أقرره إني بطل قرر. قديش تحبنا من 10؟ 7.5. كم مرة بتحلق بالشهر؟ ما كتير، على قد مصرياتي. بعمل حفلة بحلق، ما بعمل حفلة ما بحلق، يعني ضيقان الأمور الحمد لله رب العالمين. ليه خشمك عم يلمع؟ على فاتح لايف خبركم اشي وتنمر علي مشان اعرف انا احول اللايف كيف ما بدي. فوت كيرا تتساءل عليكم قد ما عم تسأل كار. فوت كيرا لو ارجيكم شو يعني سؤالي هلا. عندي اسأل كلمة بالعالم واهضم وحدة. بس انفك كبران كتير. قد ما عم بلقط نفس لروق واصبر. قد ما عم بلقط نفس لروق. الحمد لله صار في شي هيك رواق، فرحان فيها، اموري بخير. كيرا اسأل منكم؟ لا ما في حدا اسأل منكم انتو، بس انه مهضوم. شفطت معي. ليه عم تحكوا عن انفي؟ لو انا بحطكم من تحت كمان شايفين كبر الانف. هيك مش باين كبير والله، بكل الزوايا باين كبير، ما في حل. كيرا تعي عضي الحمادات ثواني.
تعي عضي الحمادات لانه عم بيعذبوني. تعي علو زاد خلق الله. تعي 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 يا سهر. هون 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 سلمي عليهم. هون سلمي عليهم. يلا اعطيني بوس. نتم لا عم بمزح ما تلحوسي ما تطلع ما تبلع حوس. بختار بقى التليفون تطلع حوسكم. ثواني طب بده يشوفوكي. يلا عم امك هات طيب شو خلص زعرن استسلمي عم حذرك انا. لفة الجنزير ولفة الفون. طب رجلي طيب شوف سوي صورة. روقي تعي لفت رجلي. طب ما روقي. عرفتوا عن شو عم بحكي انا هلا؟ بتحسوا فيني؟ خلص طلعنا برا. صايرة زعرة؟ ليك لك عيني يا حسان. ليش كيف؟ لا ما لها فكحة بس هي هيك من على كتر الهبل. يا اخي حاليا نجاح بحلي. وفي احلى منه؟ الكون كله عم يحكي عنك وانت عم تشرب شاي بالبيت. هي ما في احلى منه. هي اقوى قوة بالعالم. هن بيحكوا انا بشرب شاي بالبيت. شو سر نصاحتك؟ نصاحة مين يا خيي؟ انا عم بختفي. بعتقد اللايف متأخر. فتح شوف عندك. بعدين عم بيحكوا عن كيرا. حبي يا إلي يقبرني ربك. هي بعدت. منيح مو متأخر. روق ما روق. انا اهم شي اليوم فاتح خبركم يا حلوين يا امورين انه انتو بالنسبة لإلي وبنظري يعني الحمد لله رب العالمين اهم جمهور واهم قاعدة جماهيرية ممكن تلتقى بالوطن العربي. لك بعيونك عاتب. مش مطلوب منا غير نقعد ننبسط. كل هي القصص يلي ممكن توجع لكم راسكم لا يفترض انه توجع لكم راسكم، لانه نحن هون فايتين نعمل موسيقى، نعمل حب. لما فتنا بدنا نعمل اول مرة موسيقى ونشرنا يا ليلو يا العين وصبران وين ودوالي وخدني ودكتور وتحت سابق ارض وجيناك وملكة جمال الكون، ولا مرة بحياتنا كنا عم نفكر غير بانه عبالنا ننجز وننجح، ننتصر على اللجوء، ننتصر على نحقق ذاتنا. ليه نحن بندرس بالجامعة؟ ليه بننجح بالحياة؟ لنحقق ذاتنا، لأنه حلو النجاح وما لازم يكون أكتر من هيك.
نحن بننبسط بالنجاح وبس. تشربوا شاي. لأنه أهم شي بهالحياة كلياتها هي الراحة النفسية والجسدية. اهتموا بحالكم، كونوا مبسوطين. إذا أنتوا مبسوطين بهذا المكان اللي عم تعطوني فعن جد تكونوا مبسوطين. ليش بده يكون في أي شي بده يوتركم ويضايقكم بالحياة؟ لا لا. قوتي بهالحياة، سبب نجاحي بهالحياة هو سبب واحد، هي محبتكم. الموسيقى سبب، بس صدقوني ما بتكون 1% قد محبتكم. لأنه أنتوا عم تسمعوني لأنه بتحبوني كأول مرحلة، وأنا بقدر هذا الشي، وبدياكم أنتوا تعرفوا هذا الشي وتعرفوا إنه نجاحنا مش مربوط بشي غير بهي المحبة اللي الله عطاني إياها. وبدعي لله، ما بدعي لله بكرة أعمل هت، وأمي ما بتدعي لي بكرة ابني يعمل أحلى غنية بالعالم، أما أمي بتدعي لي الله يحبب خلقه فيك. بحبكن أنا وبدي اياكن هيك دايما، والدنيا أكبر من هيك بكتير. الدنيا أكبر من أحيانا إحنا بنكون مركزين على أشياء، بنكون مركزين على ما بعرف كاسة الشاي اللي على الطاولة، وما لنا منتبهين قد ايه الطاولة كبيرة، بس يمكن في اشياء على هالطاولة كتير أهم وأحلى بمليون مرة من كاسة الشاي. يمكن هذا الإنسان عم بفكر يكون عم بيأسس عائلة، يكون عم بفكر عنده مليون طموح بالحياة غير إنه، فهمت شو قصدي؟ يعني بدي لكم شي، اليوم الغنية على يوتيوب بأقل من شهر عاملة فوق 40 مليون، مثل الدكتور ومثل صبرا ويا ليل ويا عين وأغلب الأغاني. صدقا ما في شي بيسعدني غير اللي بتبعتوا لي اياه على الانستغرام. بشوفوا رقم حلوين كتير، يقبرني الله، ما في أحلى من النجاح، كتير حلو، بس هذا الشي اللي بالقلب المعنوي هذا اللي انتوا بتعطوني اياه، الرقم رقم. في عظماء من الفنانين نحن بنعرفهم عالميين مش بالوطن العربي، صاروا غايبين عن الساحة الفنية، يمكن يكونوا توفوا وماتوا من 20 سنة و25 سنة، بس بعد الناس بتحبهم، علما انه ما بيعملوا غنية جديدة، ما في غنية عم بينزلوها تنجح، ليه الناس بعدها بتحبهم؟ ماتوا، الناس بتحبهم لأنه بتحبهم. وهذا الشيء لازم يكون محور اهتمام الجمهور ومحور اهتمام الفنان، هو انه يرضي الجمهور ويحافظ على تصنيفه واحترامه ورقي تبعه، والجمهور كذلك الأمر، يفوت يستمتع بالموسيقى، بيحب شخصية فنان، يفوت يحضر له اللايف بكل الحب تبعه وبس. صح ولا لا يا كار؟ ما بتحكي شي غلط. لا بتضحك علي، تفلسفت؟ لا بطلت فلسفة، ها هاي شرب شاي، بطلت انصحكم. طلع كثير مزبوط عم تقول. وينك انت؟ والله عن جد ركزوا باللي عم قلكن اياه، انكم ولك هذا فن، فن جزء من حياتي مثل الاكل والشرب. انا بنزل كل يوم على الاستوديو مثل كاني نازل اتعشى ونحن بننزل نتعشى اصلا. وحياة الله الفن جزء لا يتجزأ من حياتي، انا ما في يوقف يوم عن الفن. انا كتبت لما مات عمر، انا كتبت لما لجأت، لما كانوا الناس عم بيفوتوا على بيوت اللاجئين ويكسروا لهم بيوتهم، لهيك بلشت فن. واللي بيفوت للفن لأنه عنده شي يحكيه ولأنه عنده شي وصله، هذا اللي بينجح. بس اللي فايت على الفن ليثبت شي مش إنساني ما بينجح.
إذا ما انربط مع الجمهور علاقة إنسانية وعلاقة عاطفية ما بيبقى الجمهور. سر الاستمرارية هو هي المحبة اللي بيننا. من سنتين تقريبا بفتح اللايف بعدكم 30,000 وعم بتزيدوا. هلا عم فكر، عم جهز، بدي افتح جمعية خيرية نهتم باللاجئين السوريين اللي بعدهم لاجئين. هذا المفروض الفنان بيساعد اهل بلده، بينشر رسالة بلده، بينشر رسالة جيله، بيوقف على المسارح ليحكي قضية معينة. كل عمري هيك، ولا عمري وقفت عن هذا الشيء، وبدي اياكم هيك. تكررت هاي الاحداث، وكل فترة بيجي منصة معينة او حدا معين او انسان بده يهاجمنا او مدري شو. اوكي، تصير وبدها تضل تصير، وبكره حتصير، واللي بعده حتصير، حيضلوا يحكوا. ما انا يعني انا ناجح، كتر خير الله. ها، الحمد لله رب العالمين، دعوات الوالدة وفضل من ربنا ومحبتكم موجود. بدهم يحكوا، وانا مش ناجح بتصنيع الشاي. انا انسان ملك الكل، حياتي ملككم واغاني ملككم، وهذا شيء للعام. اكيد ناس تعطي رايها وبدها تحكي، ولا ممكن يوقف هذا الشيء. ركزوا على الحب، وركزوا على الحفلات الحلوه اللي عملناها باخر فتره. شوفوا الجمهور الكويتي طلع شو عم يحكي عنا، وجمهور دبي طلع شو عم يحكي عنا، وجمهور اوروبا، وجمهور العراق، وجمهور كل بلد فتنا له الحمد لله رب العالمين. ناس حبتنا وعملنا شيء كتير حلو فني. ومن 3 سنين كنت انا باورفا عم بفتح معكم لايف، عم لكم مالي قدران اسافر لانه ورائي صعبه، وقلت لكم وعدتكم اني حانشر موسيقتي بكل مكان بالعالم، وعم نحقق هذا الوعد. ليك بمقابل وشي معنا جائزة جينيس، أول إنسان بتاريخ سوريا بيكسر رقم قياسي عالمي، أول شاب. هذا الشيء هي لوحة جينيس، بس هي شو معناها المعنوي؟ إنه في إنسان سوري كسر رقم قياسي عالمي. بس هذا الشيء اللي أنا بنبسط فيه وبنام مرتاح ضميري آخر الليل. هذا هو المعنى. شو المعنى؟ شو المعنى من أي شيء عم تعمله؟ ليه أنا بشرب شاي؟ أوكي، الشاي طيب بيروق لي أعصابي. ليه بسمع غنية؟ بسمع غنية لأنه أنا عايش حالة عاطفية معينة، لأني أنا لاجئ وبتعطيني شعور معين، لأني ولا أني هذا. هي ضرورة الموسيقى. الموسيقى لازم تكون حب. ولسه والله ولسه، ومثل ما وعدتكم من 2 و3 إنه رح حط اسم الشامي على القوائم العالمية ورح ناخد جوائز. ومو لأنا انبسط، لأنه في شي جوات قلبي عشته أنا ومنبوذ ببلاد اللجوء، بحب اثبته لإلي ولكل العالم إنه نحن بنقدر نعمل هيك. أنا بقدر أصنع هذا الشيء. والله بشرفك. شو كنت عم ورجيك اليوم ولا امبارح؟ عم ورجيك المعمل اللي كنت بشتغل فيه. امبارح كنت عم ورجيك. ما عم صدق إنه هذا الحكي، الفيديو عمره ماشي، عمره شي 3 سنين. كتر خير الله. نحن اليوم متصدرين دولة حجم مصر، فيها تقريبا 120 مليون إنسان عايش فيها. قدرنا نتصدر أنا والأستاذ تامر حسني الأغنية صدارة الاستماع في مصر. يقبرني الله. خليكن هيك بحب. طولت بعرف. يقبرني ربك يا إلي أنت. أنا بدي إياكن، لأنه الفن حساس. في شعرة بين الفن الاستعراضي والفن يلي بلا معنى، وبين الفن يلي كله معاني وكله شيء له هدف ورسالة. ما بدي اياكم تزيحوا عن السبب اللي انوجدنا مشانه. ما بدي عن السبب اللي انوجدنا نعمل فن مشانه، وهذا اللي خلانا نحن الحمد لله رب العالمين مستمرين ومحافظين على نجاحنا. انتوا متحمسين تسمعوا الغنية الجاية؟ اكيد لاني بعمل موسيقى حلوة، بس لانه انتوا عبالكم تعرفوا الشامي شو عم بيقول، لاني بمثلكم.
وبشبهكم بتشبهوني. ما تفرقوا بين الفن الحقيقي اللي نحن كلياتنا موجودين هون لنسمعه لندعمه، وبين الفن اللي بلا معنى. اوكي فن، ما تفكروا بقعد بحسب الارقام قد ايه مشيت على تيك توك. اوكي اي بتفيد معنويا اكيد، هذا نجاح على الرقم. اوكي لذيذ جدا. طيب بعدين عندي 30,000 انسان عم خاطبهم من بيتي انا وعم بشرب كاسة شاي بيحبوني. هذا هو النجاح. يوبرني ربكم، هذا اللي حضل امتن فيه كل حياتي. عندي ناس تسمعني، بتوثق فيه، بتحبني. واوعكم من تنتبهوا على شغلة، من محبتكم لفنانكم او لفنان معين تهمشوا نجاح اي حدا تاني. بكرة بدها تطلع حالات فنية انا بدي ادعمها، وانتو بدكم تدعموه. لانه شو من كانت هي حالات فنية بتمثل بلد، ممكن بتمثل فئة، ممكن بتطور صناعة الموسيقى ببلادنا وبسوريا تحديدا. ضروري نعرف هذا الشيء. هي المنصات وهي صفحات وهذا المكان موجود لندعم الفن الحي. وبإذن الله قريبا الجانب الإنساني والدعم الإنساني وتبني الفنانين اللي ممكن يطلعوا، واكتب لهم ولحن لهم وادعمهم وانتج لهم واطلقهم، وحيكون أحب ما على قلبي. أنا بعرف إنه أنا بعدني جديد والحمد لله رب العالمين النجاحات صارت موجودة، بس أنا عبالي إني ساعد المواهب، إني أوقف جنبهم بيوم من الأيام. ودام الكل عم يحكي عنك وانت ما عم تحكي عن حدا، يعني انت منيح، يعني انتم منيح، يعني يقبرني ربكم. انتبهوا حالكم، انا كتير بحبكم. جايتنا كتير مفاجآت بترفع الراس، وانتم بتعرفوا اني ولا مرة قلتلكن وما وفيت. خليكن رواق ومبسوطين واسمعوا الفن وانبسطوا فيه.